السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل لكم الحواوشي. مقاديرنا اهيت، ادي لحمة مفرومة، وطبعا لازم اللحمة المفرومة بتاعة الحواوشي يكون عليها مادة دهنية، يعني مفروم معاها حتة دهن، يعني بمعنى اصح. مينفعش تبقى حمرا، بس ده بيخليها طعم احلى وبيديها طعم كده ودسامة، بسم الله ما شاء الله، بيخليها جميلة بصراحة. ومعانا هنا يا حبايبي العيش البلدي بتاعنا اهوت زي ما احنا شايفين اهو. ادي يا حبايبي العيش البلدي بتاعنا اهوت. ومعانا هنا بصل فارمينو زي ما انتم شايفين كده في الكبه، 4 بصلات ولا حاجه. كميه حلوه كده في البصل، اهم حاجه، لان انتوا عارفين الحواوشي بيحب البصل يعني. تمام. وهنا يا حبايبي معانا البهارات بتاعتنا اهي، معانا ملح وفلفل وبهارات مشكله اللي هي ال7 بهارات، وشويه جوز الطيب اهي يا حبايبي. هي ديت المكونات بتاعتنا. هنبتدي ونتوكل على الله وناخد خطوه خطوه معاكم، خليكم معانا الاخر. بصوا حبايبي، عملنا هنا ايه؟ خدنا كميه البصل بتاعتها كلنا اهي. بصوا كل كميه البصل اللي احنا حطيناها فوق اللحمه المفرومه. وادي كميه الملح والفلفل والبهارات وجوز الطيب، هنسمي الله، وبرده نحطها برده كلها على اللحمه المفرومه. وهنبدا نقلب كل المكونات بتاعتنا ديت في بعضها، ونخش معاكم على الخطوه اللي ورا. بصوا يا حبايبي، هنا طبعا حطينا كل المكونات بتاعتنا فوق اللحمه المفرومه، حطينا البصل وكل كميه البهارات بتاعتنا اللي احنا كنا مجهزينها على اللحمه المفرومه اهو زي ما احنا شايفين. وبدانا نعجنها جامد بايدينا ولحد ما توصل للمرحله دي. هنسيبها منقوعه في التتبيله بتاعتها بحيث اللحمه تشرب من البصل وكل البهارات. وباذن الله اول ما نيجي نفردها جوه العيش هنرجع لكم تاني يا حبايبي، استنونا الخطوه اللي جايه. هنا يا حبايبي احنا سيبنا اللحمه زي ما احنا اتفقنا اهو، سيبناها محطوطه في التتبيله مسافه تقريبا ساعه ولا حاجه. اللحمه بتشرب من التتبيله وبتشرب البصل، وبنبدا نقول بسم الله ونعمل الخطوه اللي جايه. بصوا يا حبايبي، ده العيش البلدي بتاعنا، احنا فتحناه فتحه كده زي ما انتم شايفين. هنبدا ناخد من اللحمه ونحشيها جوه الايه، جوه العيش بتاعنا. هنا يا حبايبي بقى هنسمي بسم الله، ونجيب الرغيف بتاعنا زي ما احنا شايفين كده، ونبدا ناخد كميه لحمه وندخلها جوه الرغيف ونبططها. بصوا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما احنا شايفين كده اهو. انا المشكله ان الرخامه عندي بتبقى الاضاءه مش كويسه فيها خالص، بتبقى زي ما تكون ضلمه كده، الاضاءه مش حلوه على الرخامه، فاعذروني ان انا بعمل على ايديا كده وانا واقفه، لان الاضاءه على الرخامه فعلا مش حلوه خالص، ما بتبقاش مبينه الحاجه كويس. تمام يا حبايبي اهو. بصوا كميه اللحمه زي ما احنا شايفين، تزودي تقللي براحتك خالص زي ما انت حابه اهو. بنفرد كل كميه اللحمه بتاعتنا جوه رغيف العيش زي ما احنا شايفينها كده لحد الحرف طبعا الاولاني عشان يبقى كل الرغيف مفرود. بصوا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. بصوا الكاميرا اهو كده، الكاميرا جايبه جوه. بصوا كل الاركان بتاعته ما شاء الله مليانه اهي زي ما احنا شايفين كده. دي اول رغيف عيش، هنبدا نبططه كده اهو عشان اللحمه اللي فيه تتفرد اهو. بصوا اهو يا حبايبي اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. ادي رغيف الحواوشي بتاعنا، هنبدا نحطه في الصينيه ونسمي بسم الله ونكمل كده يا حبايبي. زي ما احنا شايفين خلصنا كميه الحواوشي بتاعتنا اهوت، كان فاضل اخر حته لحمه صغيره، فقسمت نص كده رغيف وحطيتها فيه زي ما احنا شايفين كده اهو. فاضل كمان خطوه وبعد كده ندخلها الفرن. يلا بينا حبايبي على الفرن بقى. بصوا يا حبايبي، الخطوه دي قبل ما ندخل الحواوشي بتاعنا الفرن، دي عندنا حته، معرفش هي واضحه ولا لا، يا رب تكون واضحه بس في الكاميرا. عندنا حته ده دهن انا مسيحاه، بيبقى مرمل وجميل زيه زي السمنه كده يا حبايبي. بعمل ايه بقى؟ التكه دي بتخلي الحواوشي بتاعنا زيه زي بتاع المحلات بالظبط. ببدا اجيب السندوتشات الحواوشي زي ما احنا شايفين كده، وابدا افرد حاجه بسيطه، وكده كده اصلا هيسيح معانا في الفرن. هبدا اعمل العيش كده زي ما احنا شايفين، ادهنه كده اهو بالدهن كل كميه العيش اللي عندنا اهو. ناخد قطعه كده ونبدا ندهن العيش بتاعنا بتاع الحواوشي. دي بتديله حمار من على الوش ومن تحت كمان من الارضيه، وبتخليه طعمه وريحته وشكله زي بتاع المحلات بالظبط. هتاكلي بقى رغيف حواوشي، ولا الحوجه المحلات، ولا الاسعار الغاليه جدا جدا اللي مبالغ فيها بره، ولا التجار وجشع الناس، يعني استغفر الله العظيم يا رب، يعني ربنا يلطف بينا بجد وبعباده جميعا. يعني لما تعملي حاجتك في البيت بنفس النظافه وبنفس التكنيك وبنفس الحاجات اللي بتتعمل بره، بتبقى اوفر لك 100 مره.
اوفر لك 100 مره من انك تشتريها في المحلات. تمام يا حبيبتي، هنخلص كل كميه الحواوشي بنفس الطريقه كده وندخل على طول على الفرن. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا احلى حواوشي. بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين كده حبايبي. بصوا شكله من جوه، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا الحواوشي ناشف ومقرمش من جوه من بره، بسم الله ما شاء الله. والعيش جميل، لو انت حباه يكون طري مفيش مشكله، ممكن تحطيه في حله او في طبق وتغطيه. تمام يا حبايبي، وبالف هنا وشفا. ريحته تحفه تحفه تحفه، واحلى وانضف 100 مره من الحواوشي اللي بره. وباذن الله يا حبايبي نكون دايما عند حسن ظنكم، واشوفكم دايما في فيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.